بالنسبة لبيان المنتخب السنغالي، هو بيان يدخل في نطاق الخبث الكروي أو المكر الكروي، وهذا يجوز في كرة القدم صراحة. المنتخب السنغالي مضمون البيان متاعه هو لتسليط الضغط على الكاف وعلى المسؤولين في الكاف وعلى المغرب والقائمين على التنظيم في المغرب وعلى المنتخب المغربي. يعني يحب يجذب أنظار الجماهير الرياضية على كل ما هو حول المباراة وتسليط ضغط كبير نوعا ما على الكاف، خاصة أنه يكون حازم ويكون منتبه، وخاصة أنه السنغال لديها تجارب كبيرة في المنتخب في أفريقيا، وتعرف كيف يعني تدار الأمور، وتعرف كيف تصدر هذه البيانات وهذه الواحد. أنا لا أصدق صراحة هذا الكلام موجود في البيان أنه التنظيم خايب، لأنه تكلموا عليه العالم الكل، التنظيم في المغرب والملاعب في المغرب والإقامات في المغرب. يعني بصراحة الشيء هذا أنا ما نصدقوش 100% ككلام يعني وكواعد، لكن أنا نشوفه اللي هو محاولة للضغط على الكاف وعلى المسؤولين في الكاف وعلى المغرب وعلى كل، هي محاولة ضغط وجس نبض للمنتخب السنغالي باش يكون المباراة تكون في كنف الروح الرياضية وتكون يعني تدار عادية، ويحب يخرج الضغط من عليه المنتخب السنغالي ويحطه على المنتخب المغربي، لأنه تحب ولا تكره المنتخب السنغالي عنده ضغط كبير عليه، ضغط كبير على اللاعبين نتاعه وعلى الإطار الفني نتاعه، لأنه باش يلقى روحه قدام جماهير المغرب وفي المغرب والمباراة أمام البلد المنظم، يحب يسلط نوعا ما ضغط على المغرب وعلى المنتخب المغربي وعلى الكاف باش يحس بالحرية ويحس بأنه يعني المباراة نوعا ما تنقص عليه الضغوطات في وسط المباراة، وينجم يلعب مباراة وينجم يكونوا اللاعبين نتاعه نوعا ما عندهم الحرية الذهنية ونفسيا يكونوا أحسن في المباراة باش ينجموا يتغلبوا على برشا صعوبات اللي هي نفسية وذهنية في المباراة. بيان بالنسبة لي أنا ما عنده حتى علاقة بالواقع. المنتخب المغربي بالنسبة للمغرب والتنظيف المغرب والملاعب والإقامات، شفنا برشا فيديوهات، شفنا كل شيء، والصحافة العالمية تكلمت اللي ما فماش نوع ما فماش تقصير كبير في الأمور هذه. إن شاء الله نشوف المباراة في كنف الروح الرياضية، وإن شاء الله نشوفوا أعداد الجماهير السنغالية موجودة في المدارج. يعني طبعا مش تكون الجماهير المغربية أكثر، وهذا نشوفه عادي وطبيعي لأنه البلد منظم، ولكن وحتى السنغاليين ما تصورش انا باش يجوا بالكثافه الكبيره للمغرب يعني. ولكن ان شاء الله يا ربي اللي يكون خير يربح واللي يلعب خير يربح. ولكن البيانات هذه راهي دائما ما تحدث مع المنتخبات الكبيرة، خاصة لأنها بيانات هي متاع خبث كروي، لأنه يريد يعني ينقص الضغط على المنتخب متاعه ويحط نوعا ما ضغط على الكاف وعلى المسؤولين وعلى كذا باش يحس هو نوعا ما براحة معينة نفسية وذهنية للاعبين متاعه. إن شاء الله اللي يكون خير يربح. نشوفوا احنا إن شاء الله غدا موعدين مباراة كبيرة في النهائي إن شاء الله. السلام عليكم.